يا جماعة دي بلدنا واحنا مسؤولين نحافظ على حضارتها، فبعد اذنكم اسمعوا الفيديو ده للنهاية وشيروا. تفتكر ليه الذكاء الاصطناعي في معظم الحالات بيعجز عن تجسيد ملامح الحضارة المصرية القديمة زي ما كانت بأصلها بالظبط؟ عندنا في مصر في إدارة اسمها الوعي الأسري. الإدارة دي بقى أطلقت حملة لتوعية الشباب والبنات الصغيرين بل والكبار كمان بمعالم حضارتهم الأصلية، وأنا بعلن إن بقيت جزء من الحملة دي من دلوقتي، والفيديو ده هنتكلم فيه عما يدور خلف الكواليس في تغذية الإنترنت والذكاء الاصطناعي بالمعلومات عن الحضارة المصرية القديمة. فتعالوا نعرف بقى المؤامرة دي وصلتنا لإيه دلوقتي. في الزمن اللي بقينا نسأل فيه الذكاء الاصطناعي عن كل حاجة حتى اللي بنتعلمه في المدارس نفسه، لو جربت تطلب من الذكاء الاصطناعي قبل كده تصميم صورة لأي معلم سياحي أو أي ملك من ملوك مصر القدماء، هتلاقي دايما خلل في الإجابة. هتلاقي مرة يطلع لك بنظرية الفضائيين، ومرة يطلع لك بناس عمالقة وبشرتهم سودة، ومرة يجيب لك خوفو أو خفرع أو منقرع أو ملوك معروفين ببشرتهم البيضة يجيبوهم لك ببشرة سودة وشفايف عريضة ومناخير غليظة وكأنهم كانوا أفارقة بالظبط. والأشكال دي محفورة على جدران المعابد أدوارهم كان إيه اللي بيحصل معاهم، والصورة دي اللي قدامك بتوضح دورهم كان عامل إزاي زمان. وهعمل فيديو أشرحها لك فيه مخصوص يا سيدي. وغيرهم كتير من الصور الأفارقة نفسهم متصورين جنبهم وهم جاهلين ايه اللي بيحصل فيهم او ترجمة الصور دي ايه. المهم ان الصور والادوات دي وغيرها بتوضح ان كل ادوات الذكاء الاصطناعي تقريبا بتتغذى من نفس البئر، والبئر ده متغذي ببيانات مبنية على خطط بتخدم دول معينة. ولو تلاحظوا في الفترة الاخيرة هتلاقوا حاجة اسمها الافرو سنتريك ظهرت وبدأت تروج للقدماء المصريين على انهم كانوا اصحاب بشرة سوداء. ليه بقى الحاجات دي اللي بقت بتطلع لنا على الانترنت مش الحقيقة؟ ليه الحقيقة بقت بتختفي دلوقتي؟ السبب هو تلوث بيانات التدريب اللي اتغذى بيها الذكاء الاصطناعي، لانه بكل بساطه ما بيروحش يقرا كتب التاريخ عشان يجيب لك المعلومات. اللي بيعمله هو انه بيمسح الانترنت بالكامل عشان يجيب لك المعلومه. وبسبب بقى الضخ الكبير جدا 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 للمعلومات المضلله للنظريات المختلفه على الانترنت عن الحضاره المصريه القديمه، سواء كانت صور، تصاميم، مقالات بتروج لهويه بصريه غير حقيقيه عن الحضاره المصريه، الذكاء الاصطناعي بقى بدأ يلقن الناس ويحاول يقنعهم كمان ان دي بقت حقيقة. والنتيجة انك لما تيجي تطلب صورة للملك مصري قديم من الذكاء الاصطناعي بيجيبوا ببشرة سوداء وبيقول لك ان دي الحقيقة، ولو جادلته بيحاول يقنعك بدل ما يرجع للمصادر الاثرية الاصلية. وده بكل بساطة لان الانترنت اتغذى بحجم معلومات مضللة ضخم جدا لدرجة انه بقى اكتر من حيث القوة والحجم والدعم من المصادر الرسمية نفسها. وعشان طبعا نقدر نغير الواقع المضلل الممنهج اللي بقينا عايشين فيه، هناك خطة لازم كل مصري بيحب بلده يبقى جزء منها. الهوية المصرية يا مصريين مش مجرد ماضي وانتهى، دي حضارة لها من المعجزات ما حير علماء العالم بأكمله، وحكايتها مكتوبة على جدرانها مش جاية من بعيد. ومن الأثر نفسه عرفنا هوية المدعي كان أصله إيه وكان دوره إيه في مصر القديم. ومسؤوليتنا دلوقتي في عصر الذكاء الاصطناعي والأفروسنتريك هي الحفاظ على الحضارة من السرقة، واللي كلنا دلوقتي بقينا شايفين ان هي بالفعل في خطط مدبرة لسرقتها. والخمس مهام الجايين دول هي اللي المفروض يقوم بيها كل واعي يهمه الحفاظ على هوية بلد. المهمة رقم 1 هي اغراق الانترنت بالبيانات الصحيحة عن الحضارة المصرية، زي مثلا نشر صور التماثيل والجداريات والمومياوات الاصلية بدقة عالية على منصات زي بايهانس وبنترست وويكيبيديا، وربطهم بالهاشتاجات اللي باللغة الانجليزية دي عشان بيتم استخدامهم في البحث من قبل الأجانب والسياح. وده بكل بساطة عشان يتم ربط المعلومات الصحيحة بمحركات البحث على كل المنصات. ومش بس كده، في خطوة تانية حاجة اسمها تصحيح مباشر للنماذج، ودي خطوة بتعملها لما تطلع لك صورة مضللة من الذكاء الاصطناعي. ما تتجاهلش، هتعمل إبلاغ فورا إن البيانات دي مش دقيقة وتكتب بالنص كده: هذه الملامح غير دقيقة تاريخيا لمصر القديمة، الملامح المصرية الأصيلة قمحية متوسطة وليست زنجية. وده طبعا مش هيساهم في ادلاء المعلومه الصحيحه ليك انت لوحدك، ده هيساهم في اعاده تدريب النموذج على الادلاء بالمعلومات الصحيحه للي يسال بعد كده. ثالث حاجه بقى هو تنزيل محتوى بلغات اجنبيه بيتكلم عن حقيقه الحضاره المصريه، وده لان اغلب تلوث البيانات بيحصل باللغه الانجليزيه بصفتها اللغه الام لتقنيات الذكاء الاصطناعي. والمهمه المطلوبه هي كتابه مقالات قصيره او منشورات باللغه الانجليزيه بتوضح الفرق بين افريقيا الجغرافيه ومصر الحضاريه، مع تدعيمها بصور
ونصور اثارنا الحقيقيه. رقم 4 بقى والاهم هو دعم المصممين والفنانين المحليين اللي بيقوموا باي مهمه تخص الكلام ده، والمروجين للحضاره المصريه كما كانت، تشجيعا للفنانين المصريين اللي بيستخدموا الذكاء الاصطناعي لانتاج اعمال تعيد احياء الملامح المصريه الحقيقيه بناء على القياسات الاصليه للاثر، ونشر الاعمال دي بكثافه عشان تبقى هي المرجع البصري السائد للذكاء الاصطناعي اللي يرجع له بعد كده عشان يجيب لاي حد يطلب منه بعد كده صوره لاي ملك مصري تطلع له. مهمه رقم 5 والاخيره والمهمه هي التبليغ عن المحتوى المضلل، وده لانهم بيعتمدوا على الحسابات الوهميه لنشر صور مزيفه لملوك مصر. والمهمه دي هي التبليغ عن الصور اللي بتدعي انها حقائق تاريخيه وهي ما شافتش من الحقائق اي حاجه، وهي مجرد تعديلات رقميه مضلله، وتوضيح السبب للمنصه تحت بند معلومات مضلله. احنا بناة الارض واحفاد بناة الحضاره، وحمايه هويتنا بتبدا من تصحيح صورتنا قدام العالم وتعديل خوارزميات المستقبل اللي اطفالنا هيتعاملوا معاها. وصلت لحد هنا في الفيديو، بشكرك جدا على المشاهده الجميله، واتمنى تكون استفدت بمعلومه مفيده، واتمنى انك تدعم الفيديو بفولو ولايك وشير. صلى على النبي.